النهارده ما كانش فيه صورة من جلسة المحكمة، وبالتالي لم يكن لدينا تفاصيل ما جرى وما كان. هذه الصورة عندنا بس الصورة النهاردة وفيديو ولقطات من المحاكمة، طبعا ما كانتش على الهواء مباشرة، لقطات مسجلة، وده أثناء عرض بعض من المشاهد أحداث الاتحادية والاعتداء على فيليب مينا أمام قصر الاتحادية. وعايزين نتعرف أهم التفاصيل وأهم الحوارات اللي جرت أثناء جلسة اليوم. الساعة 9 بالضبط كانت بداية الجلسة. القاضي يجري تجربة لتشغيل جهاز الصوت الذي يربط المحكمة بقفص المتهمين. 9:30 بدء تركيب الأجهزة الفنية لعرض أحداث الاتحادية. 10:30 و5 دقائق بدء دخول المتهمين للقفص والبلتاجي أولهم. 10:36 دقيقة البلتاجي يشير للمحامين بالانسحاب من القضية. 10:44 دقيقة مرسي يدخل القفص ويقف في أقصى يساره مبتعدا عن الأنظار. 10:48 دقيقة دخول المحكمة وهيئتها وبدء الجلسة. 10:49 دقيقة محمد الضماطي محامي الدفاع عن المتهمين يتحدث للمحكمة عن بطلان المحاكمة بسبب القفص الزجاجي. 10:55 دقيقة القاضي يقول المتهمين سامعين كويس وأنا جربت جهاز الصوت بنفسي. 10:56 دقيقة الضماطي هيئة الدفاع تتعرض للإهانة والاعتداء أثناء دخولها. 11:03 دقائق الضماطي بيقول المحاكمة تجرى هنا والمتهمون في كوكب آخر. 11:06 دقائق المحكمة تريد فض الأحراز والعوة يقول لدي ما قد يغير قرار المحكمة بفض الأحراز. 11:08 دقائق المحكمة تعلن الأحراز على الجميع وهي مشاهد أحداث الاتحادية وتقرير من المخابرات العامة. 11:09 دقائق العوة يعترض على مشاهد الاتحادية ويطلب مواجهة المتهمين بها. 11:15 دقيقة النيابة سنقدم للمحكمة ما يرسخ الاتهام في عقيدتها بإدانة المتهمين. 11:16 دقيقة النيابة تقول أن التسجيلات قدمت من رئاسة الجمهورية والأمن الوطني وإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية. 11:17 دقيقة خلاف بين العوة والنيابة بسبب التسجيلات. 11:18 دقيقة النيابة تقول لدينا 43 مقطع فيديو و51 صورة لأحداث الاتحادية تثبت إدانة المتهمين. 11:03 بدء عرض مشاهد أحداث الاتحادية بأنصار للإخوان يهتفون بالقرب من الاتحادية هتاف الإخوان الشهير قوة عزيمة إيمان. 11:30 عرض مشهد فض خيام المعتصمين وأحد أنصار مرسي يقول البرادعي الخاين العميل بتاع أمريكا وأوروبا وجبنا نستو يا معفنين. 11:32 دقيقة خلاف بين الدفاع والنيابة بسبب تفريغ التسجيلات والنيابة تؤكد تفريغها كاملة في محضر منفصل. 11:38 دقيقة مشهد لمتظاهرين يهتفون مرسي يستب هنرجعك السجن. 11:43 دقيقة مشهد لملتحي يقول صباحي والبرادعي وحمزاوي باعتين بلطجية ولازم مرسي يحاسبهم والنصارى بيضربوا مع البلطجية. 11:45 دقيقة مشهد الاعتداء على مينا فيليب وهو عاري ومصاب ودماؤه تسيل وسط تكبير الله أكبر. 12:18 دقيقة العوة يقول للمحكمة أنه مكلف من مرسي بالدفع بعدم اختصاص المحكمة فقط وليس للدفاع عنه. 12:03 العوة يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة. 12:21 دقيقة العوة دستور 2014 في مادته رقم 159 أبقي فيه على مادة محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة. 12:28 دقيقة العوة يستند لمؤلفات فتحي سرور لإثبات عدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي. 12:30 العوة يطالب القاضي بإعلان عدم اختصاص المحكمة وإحالتها للمحكمة المختصة. 12:31 دقيقة العوة البطلان يشوب الإعلان الدستوري للرئيس المؤقت لأن تعيينه باطل. 12:32 دقيقة العوة يقول مرسي لا يزال رئيس للجمهورية، رئيس الجمهورية الشرعي لم يتنحى أو يستقيل ولا يحق لأحد
أحد إقالته. 12:38 النيابة: نطمئن الدكتور العوا أن المحاكمة قانونية وسنقدم ما يؤكد ذلك خلال المرافعة. 12:40 القاضي يقول: ورد لنا تحقيقات تكميلية تقول أن نادر بكار قال في برنامج تلفزيوني أن خيرت الشاطر أخبره أن هناك اقتحام للاتحادية وهناك ساعة صفر له، وبسؤاله في التحقيقات عدل عن هذا القول وقال أنه لا يذكر أن الشاطر قال هذا. 1:07 مرسي يتحدث للمرة الأولى للقاضي ويقول: أنا مش سامع وعايز أعلق على كلام النيابة. 1:10 المحكمة تستمع لباقي طلبات الدفاع ويطلبون أجلا للاطلاع وتصوير باقي الأوراق. 1:30 المحكمة ترفع الجلسة وتدخل إلى غرفة المداولة. 3 بالضبط المحكمة تعود للانعقاد وتقرر التأجيل لجلسة الثلاثاء القادم، وتقرر أيضا ندب محامي واعتماد ندب محامي من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي. الملاحظ هنا أنه وكأنه التاريخ والزمن يعيد نفسه، نفس الجملة التي قالها فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك أنه لا يزال رئيس للجمهورية، قالها أيضا اليوم العوا وهو مكلف من الرئيس السابق مرسي للدفع بعدم اختصاص المحكمة حسب تصريحه. ينضم إلينا الأستاذ